اهلا بالحبايب، اعمل لايك كده واشتراك للقناة عشان نشوف كل جديد، ويدخل على طول على الفيلم. بنلاقي الراجل واقف وبيحاول يدور على اي اشارة، وبتقول له هي مش هتظهر البرق ولا ايه؟ بيقول لها لا هي هتظهر بس خلينا ايه شوية كده حبتين تلاتة، وبنعرف اللي هم جايين المكان ده علشان يتفرجوا على البرق والرعد اللي بيحصل في المكان. وبيقول لها اللي احنا فاضل لنا كتير، خلينا كده حبتين تلاتة، وبيتمشى على طول في الغابة اللي هم فيها اللي مش مفهوم، وبتلاقي كده حبة حاجات بتصورها وبتقول لها دي حاجات كويسة جدا وان العاصفة خلاص قربت وجاية. قال لها يا ريتها ما تيجي، قالت له خلاص هي جاية، خلينا متابعين كده لحد ما نعرف ايه اللي هيحصل في البرق ده. بيقول لها انا حاسس ان في حاجه مش هتحصل هنا هتكون كويسه، وفجاه البرق بيضرب الشجره، وبيكون بيقول لها طب بقول لك ايه، يلا بينا احنا بقى نمشي لان كده الوضع جاي غلط. وبيحاول اللي هو يطلع بالعربيه لكن مش بيكون عارف انه يتحرك بيها، وهي بتقول له يلا اطلع اوام اوام، لكن هو مش بيكون عارف. وبيحاولوا ان هم يجروا علشان يدخلوا في العربيه والبرق بيكون وراهم، لكن هي بتتحبس جوه العربيه ومش بتعرف تخرج، وبتقول له يلا خرجنا اوام قبل ما يحصل اي حاجه. وهو بيقول لها لو عرفتي تخرجي من العربيه يبقى ده حظك، ما عرفتيش يبقى انت طلعت على اللوبي. وفعلا ده اللي بيحصل، وبتفضل تحايل عليه، بيقول لها انا مش عارف اتحكم خالص، وفعلا بيقول لها خلي بالك خلي بالك، وبنعرف اللي هي تخلص عليها. بنلاقي واحده العربيه بتاعتها تعطلت، وبتحاول اللي هي تلاقي معاها اي حل، لكن العربيه بتكون معصلجه حرفيا. بيظهر لها واحد، والواحد ده بيكون مناخوليا حبتين، وبيقول لها انا اقدر اعملها لك. قالت لها بقول لك ايه، اديني مفتاح كده وهنعرف ايه المشكله في الموتور. وهي بتتابع الموقف وبتكون حاسه انه مش سليم. قالت له طب انت عارف في الحاجات دي ولا لا؟ قال لها انا خبر. قالت له طب خلاص وريني كده العربيه دي لان انا عايز امشي وعايز اروح لعيالي. قال لها خلاص، وهوب بيحاول اللي هو يكتم نفسها وبيخنقها، لكن بيكون حاطط لها بنج علشان تروح في النوم. وقال لها كده كده هقدمك فريسه لبرق الرعد، خليكي حبه شويه كده معايا وهقول لك انا خطفتك ليه. وبيقول لها يلا بقى ما تعصلجيش ولا تنبهي لينا حد. بنلاقي الاخت دي اسمها ميج، وده ابوها. بيتكلموا شويه وان ابوها عايز يطلع مكان كده بيحب يروحوا كل سنه وبيغيروا لما يبقى فيه برق ورعب، وبياخد امها معاه، لكن هي بتكون رافضه الحوار ده تماما، وبتقول له مش لازم تطلع. لكن هو بيرفض الكلام ده، بتقول له في برق وحاله برق رعد كبير النهارده وفي زلازل كتير، خليك قاعد في البيت احسن افضل ليك. بيقول لها انا متعود على كده اطلع كل شويه، وانت مش هتيجي دلوقتي تغيري اعدادي ولا تغيري اي حاجه. قالت له انا قلقانه عليك يعني، ولا اكتر ولا اقل، عايز تطلع اطلع، لكن غير كده ما تكلمنيش بقى على اي حاجه ولا اي حاجه بتجرى، انا كنت خايفه عليك وانت راكب دماغ. قال لها بس خليكي كده بقى على في حالك. قالت له خلاص هات حضن، هات بوسه حلوه كده، وبتاخد البوسه، ونعرف اللي هي ما عرفتش تقنعه، وان هو هياخد العربيه وهيكون معاه امها في الجو الغريب ده وهيطلع بيها. وبيكون الراجل فرحان اللي هو عرف يقنعها وانها مش قلقانه عليه. نرجع بقى للاخت دي وهو حابسها في البيت، وبيقول لها اخيرا فوقتي. قالت له انت جايبني هنا ليه؟ قال لها انا جايبك هنا علشان اديك هديه لبرق الرعد، وهتكوني فريسة ليه جميلة جدا، علشان كده انا خطفتك وعملت معاكي كل الحوارات دي. فهمتي ولا لسه؟ ونلاقي بقى الاخت دي خطفت قلبي بصراحة وهي بتتكلم. المهم الاخت دي بتكلم اختها التانية اللي هي ميك، والاخت دي اسمها سالي. هي سالي وحلوة فعلا، وبتقول لها انا صاحبي جاي النهارده وعايز اقضي معاه حبة وقت يعني. وبنلاقي الاخ ده معاه واحدة، وهما الاتنين بيتفرجوا على المظهر الجميل بتاع البرق والرعد، وبيكونوا في حالة من الاندماج والحالة من الروعة والرومانسية. دي هتتقلب عليهم دلوقتي يعني، فكك من الرومانسيه دي لان بعد كده هيجي عليهم رومانسيه حلوه. وبتقول له المكان ده حلو قوي، والرعد هيبدا امتى؟ لا بقول لك سيبك من الرعد وتعالي بقى نعمل اي حاجه كده مفيده. قالت له يلا انا معاك. بعد كده بنلاقي ميج واقفه كده معاه مع امها وبتودعهم، وابوه بيقول لها خليكي جوه البيت النهارده وما تطلعوش، احنا هنروح نعمل المشوار وهنجي لكم تاني، غير كده خليكم انتوا الاثنين جوه البيت ولا تعملوا اي حاجه، وما تحاولوش ان انتوا تخرجوا، ولو في اي حاجه كلمونا على التليفون. وفعلا ميك بتطمن لان هو خلاص اداها الليسته اللي هي ازاي تحمي نفسها، وهم خارجين وهيرجعوا على طول من غير ما ياخدوا حبة وقت كتير. لكن بتكون امها خايفة برضو وقلقانة، لكن برضو ميك برضو بتكون خايفة وقلقانة، لكن مش بيقولوا كده ولا اي حاجة. بتقول لها خلاص هم حبة وقت وهيرجعوا. بنلاقي بقى الراجل ده بيبدأ يحضرها وبيقول لها لازم ابدأ احضرك لان اعرف اقدمك قربان لبرق الرعد. الله يا مناخوليا ده انت دماغك مفلتها على الاخر. بيقول لها كده كده هنعمل حبة حدايا وطقوس، وكل الاكل ده اوعي تفيه علشان تبقى قربان نافع لبرق الرعد. انا بحضرك، ده هتبقى منفعه ليك انت بعد كده قدام. وبيحاول بعد كده ينشف الجروح بتاعتها، لكن هي بتكون رافضه انه يعمل اي حاجه، لكن برضه بيصر وبيعمل كده، وبيقول ده انت هتبقي فريسه جميله جدا لبرق الرعد. تقول له ده انت كده باين انك انت ناويها. قال لا ده انا ناويها، بس قبل ما هقدمك لبرق الرعد لازم الاول اطهرك من جواك. قالت له يعني هتعمل ايه؟ قال لها هبنجك كده وهعمل معاكي حبه حاجات، لكن قبل ما اقدمك لازم ان انا هعذبك. هي دي القوانين. قوانين ايه يا مناخولي امتى؟ وبنلاقي ان الجو بدا يرشق وبدا اللي هو يزيد، وبتكون البت نايمه على كتف الولد وبتكون خايفه من الجو ده. قال لها احنا هناخد صوره ونرجع للبيت على طول من غير اي واجب. فعلا بياخد منها الصوره وبتقول له بقول لك ايه يلا، لان الجو كده بدا اللي هو يقلب على قلق جامد جدا.
وانا بدات اخاف. قال لها ما تخافيش انا معاك، وفجاه بيبقى في زلزال جامد جدا. قالت لها لا انت كده فعلا عندك حق، احنا المفروض نجري دلوقتي وما نرجعش تاني. وهم بيحاولوا يجروا، البت بتحاول تجري بتكون قلقانه لان البرق كمان والزلازل زادت اكتر من الاول، وهي بتقول نحاول نهرب من اي مكان لان احنا كده ممكن يحصل لنا اي حاجه. وبعد كده بنلاقي ان ميج تسمع في الراديو ان الحوار زاد جدا والزلازل زادت جدا والبرق والرعد زاد جدا وان كله يلزم مكانه. ده اللي كان بيقوله الاذاعه. وبتحاول ميج اللي هي تكلم امها لكن مفيش طبعا اي رد. وبتلاقي بعد كده ان فعلا في زلازل بتحصل في البيت عندها وان البرق والرعد بيضرب المكان كله. وبتلاقي الاخت سالي الكلام ده فبتقول يلا بينا ندخل جوه لان باين كده الوضع مقلق قوي. وبتحضن اختها ميج وبتحاول هي تهون عليها وتهديها من اللي بيحصل. بتقول لها بقول لك ايه، بتقول لها ايه، قولي لو عندك كلمه في دول. قالت لها اعملي لايك والاشتراك للقناه علشان نزيد اكتر واكتر. قالت لها ماشي تمام كده زي الفل. وبتاخدها في حضنها وبتطبطب عليها وبتقول لها كلها مرحله وقت. بنلاقي بقى ابوهم وهو بيعاني لان الزلازل من ناحيه والبلمطار من ناحيه والبراكين من ناحيه وحاجات غريبه بتحصل انا مش فاهمها والحاجات بتولع منهم. بيقول لها انا بحاول اتحكم في العربيه لكن ما بكونش عارف اتحكم فيها ازاي. وبيركن العربيه على جنب لان العربيه بتكون وقفت لوحديها في المحرك بتاعها اتعطل. فبيقول لها انا هكلم ميج او اي حد يبعت لنا اي مساعده ونرجع للبيت، انا غلطان اني خرجت، ما انت اللي ركبت دماغك. بعد كده بيقول له امها احنا لو فضلنا كده كتير ممكن يحصل لنا اي حاجه. وهوب العربيه بتولع على طول من غير اي مقدمات. وبتقول له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لها هي بينها النهايه ولا ايه؟ قال لها انت كلمي بنتك وتيجي تاخدنا ونمشي من هنا. قالت له ماشي انا بكلمها اهو. قال لها اوام بسرعه قبل ما يحصل حاجه مش هتبقى حلوه لينا احنا الاثنين. وفجاه بيبص كده من بعيد بيقول لها ده في برق رعد جاي وبينفصلوا هما الاثنين مع بعض. وامه بعد كده بتحاول تدور فجاه الجد ده الشجره بتقع عليه وبنخلص منه. وهي بتفضل تكون زعلانه وبتفضل تصرخ وبتكون في حاله من الاستياء. اما ميك بعد كده بتفضل قاعده وبتتكلم بتقول الجو بدا يزيد وانا قلقانه على ابويا وامي. لكن بعد كده اخوهم ده او الصاحب ده بيبقى غريب جدا. بيقول لها مفيش اي حاجه هتحصل، انا عايز اروح اخرج بره اقعد في جاكوزي احب حاجتي. قالت له ما تخليك بقى خليك بني ادم. قال لها لا انا خنزير على فكره، انا عايز اقعد براحتي انا فرحان كده. وبعد كده بيكون قال لها بصي انا خارج وتعالي انت معايا. وفعلا بياخدها وبيخرجوا هما بره. وبتكون الاخت ميج زعلان لكن صاحبها بيحاول يهون عليها وبيقول لها كده كده هنخرج لو في اي حاجه هنعرف نروح له. لكن هي بتقول له شكرا ليك اللي انت هنا وقضيت معايا وبتهون عليا الدنيا. قال لها انا كده كده هكون جنبك لو حصل ايه، انا بحبك يا بت. بت ايه؟ هي كلها مرحله وقت وهم كده كده هيرجعوا. وايه اللي عارف الراديو بيقول اهي الدنيا هادت يعني ما فيهاش قلق قوي يعني هي بتزيد وبتهدى مره واحده يعني. قالت له طب بقول لك ايه انا عايز ادور على ابويا وامي واجيبهم وارجعهم البيت. قال لها عايزه تعملي كده يلا بينا وانا هاجي معاكي. بنلاقي بعد كده امها بتكلم ميج انها دخلت في بيت وان في مشكله وهم عملوا حادثه كبيره قوي على الطريق. بتقول لها تلحقها باي طريقه وبسرعه لان كده المكان بدا يخرب. الفكره اللي هي بتتكلم وان البتاع اللي باين عليها من التليفون اللي هي مش بتكلم حد اساسا يعني انا مش فاهم هي خلفيه وخلاص. ماشي عدي الجو عدي معايا الليله. وبعد كده بتقول له تعالي اوام لان انا عايزاكي لان انا هنا قاعده في البيت ومش عارفه ده بيت مين وانا خايفه. قالت لها انا امي بتقول لي اللي هي ما عملوا حادثه وانا لازم اروح اجيبهم. قال لها خلاص انا كمان جاي معاكي ويلا بينا نروح نجيبهم سريع. نلاقي الراجل ده بدا يتكلم مع اخت سالي ويبدا اللي هو يعجب بيها وبيحاول اللي هو يقرب منها وبيقول لها الدنيا هتكون تمام وابوك وامك تمام وانا كده كده هتجوزك مفيش قلق. لكن فجاه بيلاقي ان الجو بدا يخرب وان بدا في زلازل واعاصير. بيقول لها انت رايحه فين مفيش اي قلق. قالت له مفيش قلق ايه يا ابني امشي. وفجاه هي بتمشي وبتطلع بره الحمد لله بنخلص منه احلى حاجه. وبتفضل تعيط بتقول لها ان صاحبي بره في الجاكوزي وتخلص عليه من طريق البرق والرعد اللي نزل عليه. بتحاول تهديها وتهون عليها وبتقول لها اهدي بقى مش عايزين اي حوارات من الحوارات دي. وبيحاولوا ان هم ياخدوا بعضهم ويطلعوا بره. وفجاه ان البيت فعلا بيجي له زلزال بيضربه وان البيت فعلا بدا يقع. وفعلا بتقول لهم يلا اخرجوا اوام ونركب العربيه علشان نعرف نخلع لان البيت ده قعدته كتيره مش امان وممكن يحصل اي حاجه. وبتناديهم وفعلا بيبداوا كلهم يلبسوا وبيكونوا في حاله من اللهوجه الغريبه وكله بيركب العربيه وبيكونوا بيتكلموا مع بعض على اللي حصل. وتبدا تحكي على صاحبها اللي هو اللي اتخلص عليها عن طريق الرعد والبرق. لكن بيكون صاحبهم التاني مش همه اي حاجه وبيقول لها هي مرحله وقت لكن عادي خلينا دلوقتي في ابوك وامك نروح نجيبهم وبعد كده نشوف حكايه صاحبك ده ايه. بنلاقي الاخت دي بتفضل تنادي بره على اي مساعده وفجاه بتدخل عليها امها وهو بيدخل عليهم. لكن بيعرفوا يهربوا هما الاثنين عادي جدا وما يكونش فيه اي حاجه. وبيفضل يدور عليه دلوقتي هو بيدور على اتنين الست اللي كان هيقدمها البرق الرعد ودلوقتي جت مين امها.
انت مناخولي على الاخر. بعد كده بدا يدور عليهم ويقول لهم انا هقدمكم لبرق الرعد، دي حاجه حلوه ليكم، ده انتوا هتطهروا نفسيتكم وذنوبكم، انتوا ليه مش عايزين كده، وده افضل وقت انكم تعملوا كده. وبتطلع الست دي تجري بره الفيلا، لكن هو بيحس بيها وهي بتجري طبعا بتكون بتحرج لانها وقعت، وبيكون البيت حرفيا بدا يتهد من جميع النواحي، يعني البيت حرفيا بدا يقع. عشان كده بنعرف انها طلعت تجري بره ومش هاممها اي حاجه، لان كمان في برق ورعد بره، والبرق والرعد هنا غريب بيلمس البني ادم، وهو فعلا بيجي من وراها وبيقبض عليها وبيحاول اللي هو يمسكها وبيقول لها انت رحتي فين؟ ده انا قلت لك هقدمك فريسه او قربان للبرق، انت ايه مش عايزه تتطهري ولا ايه؟ تضربه كده زقه وبتفضل تجري، لكن هو بيكون برضه مسكها من تاني، لكن هي برضه بتعرف تفلت من تاني وبتطلع تجري من بعيد، وبتقول انا هعمل ايه مع المناخوليا ده هو كده ممكن يخلص عليا في اي طريق، ولو هو ولا خلص عليا اكيد الحكايه دي او البرق والرعد والزلازل اللي بره حاجه تقع عليا ولا حاجه كده هتخلص عليا. فبتحاول ان هي تلاقي طريق وبتحاول ان هي تتدارى ورا الشجره ده، لكن بعد كده بتتعب جدا، وبيجي الراجل المناخولي ده وراها بيقول لها انا قلت لك انا هخلص عليك واقدمك قربان، هخلصها دلوقتي سريع سريع ما تخافيش. وفجاه هو بيبص بيلاقي ان الست اتخلص عليها، بيفضل فرحان ومجنون وبيفضل يعمل حركات كده زي المجانين. انا قلت من اول انك مناخوليا، وبيقول لهم انا كان عندي حق، اخيرا اللي جرى ده انا فرحان جدا من اللي حصل ده، انا قلت لها من الاول ان الكلام ده غلط. نرجع بقى لاصحاب الثلاثه وهم بيحاولوا يلاقوا اي طريقه علشان ينفذوا بجلدهم، وفجاه وهم بيمشوا بالغابه بيلاقوا ان ابوهم اتخلص عليها عن طريق البرق. بتدخل في حاله من الهستيريا والحزن وبيكونوا باصين كده ومش مصدقين اللي حصل قدام عينيهم ده، وبعد كده بتبدا تعيط وميجي بتبدا تعيط معاه، لكن بيبداوا يهونوا على بعض وبيكونوا الاتنين مش مصدقين اللي جرى في الغابه ده. وفجأة هما الاتنين بيعيطوا، بيجي برق ويفرقهم عن بعض. ميج بتبقى في حالة إغماء، صاحبها بيكون اتخلص عليه هو كمان، وبتقوم ميج بتقول أنا خسرت اتنين، أبويا وصاحبي. قالت لهم أنا كمان خسرت كده، يعني هو أنت لوحدك؟ يلا ندور على أمنا بدل ما يحصل لها هي كمان أي حاجة، هي الحاجة الوحيدة اللي بقيانا وفية يا بنتي. وبدأت اللي هي تهز دماغها وبدأوا يروحوا البيت اللي قريب من الغابة اللي أمهم قالت لهم عليه. قالت لها هي أكيد أمك في البيت ده، تعالوا ندخل له ونشوف إيه الدنيا وإيه اللي جوه البيت. بيتفرجوا على البيت بيلاقوا إن البيت غريب جدا، بتقول لها إيه حكاية البيت ده؟ وبتفضل تبص شمال ويمين وفوق تحت ومش بتلاقي اي حاجه مفيده خالص في البيت. بتقول لها بقول لك ايه انا خايفه من البيت ده وباين كده ان امك مش هنا. وبيطلعوا دور بيلاقوا ان امهم فعلا قدامهم، وبعد كده بيبداوا يفكروا انهم ازاي يخرجوا من الحته دي. وبعد كده بيطلعوا دور تاني مش بيلاقوا اي حاجه، بس هم وقفوا بعد كده قدام امهم وبيحاولوا ان هم يفكوها من اول وجديد، لان عرفوا ان الحوار بقى كبير جدا واكبر عليهم. قلتهم ان في واحد هنا مناخوليا وبيقول اللي هو هيقتلني عشان يقدمني لاله الرعد، وانتوا لازم تمشوا من هنا بدل ما يقدمكم معاه. ده اله الرعد ايه؟ قالت انا مش بهزر انا بتكلم بجد. وهم الاثنين واقفين كده مش بيصدقوا الكلام وبيعرفوا ان هم قدام واحد مختل فعلا بيخلص على اي حد، وبتقول لهم لازم ننفذ هنا بجلدنا يا اما كده يا اما هيخلص علينا. وفي الوقت ده بنبدا يدخل عليهم، لكن البنت دي بتعرف تخلع وبتمسك تليفون عشان تطلب المساعده، طبعا مفيش حاجه هتجيلها. وبعد كده امها والبنت بيفضلوا واقفين، والمناخوليا بيجي بيقول انا قدمت واحده واتفضل ثلاثه، هقدم ثلاثه مره واحده، دي حاجه زي الفل وكمان شباب، دي كده جميله جدا. لكن بيهربوا منه وبيدخلوا كده في الدور تحت في المطبخ، وبتقول لهم احنا لازم نهرب اوام ونفكر، لكن هو بيفضل يغني ويتكلم وبيقول اي حوارات كده غريبه علشان يعرف مكانهم فين. وفعلا بيحس ان هم فين ومكانهم فين، وهوب بيدخل على سالي وبيقول لها هخلص عليكي وهقدمك، لكن بتعرف اللي هي تضربه. لكن هو بعد كده بيمسك ميج وبتقول له انت عايز مني ايه؟ قال لها انا ولا عايز منك حاجه، بس انت جميله صدقي. ولسه بيحاول كده يعمل معاها اي حاجه، لكن على طول كان هو عايز يعمل حاجات تانية انتوا فاهمينها طبعا. لكن هي بتضربه بتطلع تجري منه وبتقول له تعالى ورايا بقى. بيخرجوا بره وبيخلوها البرق والرعد هو اللي يعمل الدنيا. بعد كده بتدخل في اوضه وبتفضل مستخبيه معاه وبتحاول ان هي تمشي، لكن فجاه بتدخل في اوضه وبتقفل الباب، واول ما بتقفل الباب بيخرج لها وبيقول لها انا قلت لك هتكوني ليا وانت ولا صدقتيني. لكن هي بعد كده بتعضه وبتطلع تجري وبتعرف فعلا انها تاذيه. قال لها انا خلاص اتخنقت منك انا هخلص عليك، وبتعضه تاني. يا ابني انت اتعضيت مره، انت كل شويه تتعض ولا ايه؟ انت ايه حكايتك انت؟ حاجه غريبه. وبتفضل تجري وبعد كده رجلها بتوجعها وبتقع، وبيكون خلاص هيخلص عليها وهيعمل اللي في دماغه، وبيقول لها انت بقيتي فارستي وقلت كده كده اللي انا همسكك، كلها مرحله وقت، انت اللي بتهربي ليه مني؟ وفجاه لسه هيضربها بيجي كده برق من اين لا تدري وبيخلص عليه، بيكون خلصنا من الراجل ده. بعد كده بيرجعوا بقى كلهم للبيت وبيسمعوا ان في برق ورعد وزلزال تاني هيحصل الليله، ولازم كله يلزم بيوته، وانها الحكايه دي هتبدا من اول وجديد من تاني. اعمل لايك واشتراك للقناه واعمل سبسكرايب، وكان معكم سيد خلف الله، وشوفوا فيديو جديد. الفيلم كان اغرب من الغرابه، بس كده وشكرا، يلا سلام.